مرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا في شباب في شباب. الشعر طبعا خد أشكال كتيرة في السنوات الأخيرة، بداية من الستينات يمكن أو قبلها بقليل. شعر الفصحى سواء التفعيلة أو المقفى على أبحر الخليل موجود، لكن في أشكال تانية مستحدثة، ويمكن هنتخطى مسألة الكتابة النثرية كمان قريب، يعني في أشكال جديدة وفي دمج ما بين أنواع الكتابة. هنلاقي قريب أو لقينا فعليا القصيدة المشهدية اللي أقرب إلى القصة تقريبا، وهي في الواقع تنتمي إلى الشعر. البعض بيعترض على ده وبيشوف إن الشعر يا أبحر الخليل يا بلاش يا ولا، زي ما بيقولوا يعني في الأغنية الشعبية. لكن الفن والأدب هو بيعتمد على الفكرة في الأساس والبناءات، إنك تبني قصيدة بشكل معين. على مر التاريخ في ناس بتكسر هذا القالب ويبتكر أو يتكئ على شكل جديد ويتم اعتماده، والعبرة بالروح الشاعرة وليس بممارسة الشعر كآلية نمطية ثابتة. يعني غيرنا ممكن يقول أنا ممكن أكتب كل اللي عندي داخل قصيدة العمودية المتوارثة من أيام الشعر الجاهلي، ولست في يعني في حاجة إلى تجديد الأشكال. لكن الواقع يعني بيرفض ده، وطول الوقت بنلاقي شعراء وبيتحققوا وبيكتبوا اللي هم قادرين أو اللي حابين يكتبوه بشكل فيه قدرة ومهارة. النهاردة الشعر اللي معايا من النوعية دي طبعا مر بكل مراحل الكتابة تقريبا إلى أن وصل إلى قصيدة النثر، واعتمد أكتر من كتاب. بيكتب المقال النقدي، ويعني صدر له أكتر من كتاب في مجال النقد الأدبي. تدرج في وزارة الثقافة إلى أن أصبح رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، صحفي قديم في جريدة الأهالي وغيرها من الصحف، بيراسل معظم الأماكن الأدبية والثقافية، المجلات وصحف وغيره إلكترونية وما إلى ذلك في الوطن العربي. حصل على جوائز من مصر والوطن العربي. الشاعر عيد عبد الحليم. مرحبا مرحبا يا استاذ محمد، ازي اخبارك؟ الحمد لله على السلامه ومبروك المنصب. يعني انا عارف انت في غنى عنه، والمساله مساله اكل عيش، لكن يتبقى الشاعر، وانت خلفت شاعر يعني اثيرت حوله الكلمات والانتقادات في حياته، وطبعا اللي هو الشاعر الكبير حلمي سالم الله يرحمه، يعني توفي العام اللي فات يعني تقريبا، الله يرحمه. شهرين. والمكان مش سهل برضه. انت بتتعامل مع نخبه، يعني مع التحفظ على كلمه نخبه، يعني نخبه الكتابه والابداع في مصر والوطن العربي، ومحتاجه كده حد ثقيل بس ما يوصلش الى ثقيل الظل. يعني الناس عندها اشكاليه في الحته دي. نبدا بالموضوع ده. اولا انا عايز ابدا بفكره المثقف اللي بيتعرض للعمل العام. ماشي. انا من خلال ممارستي للعمل الثقافي على مدار ما يقرب من 15 سنه في المجال الصحفي وكشاعر ايضا وكإداري، يعني لأن أنا بردك عملت في العمل الصحفي بشكل إداري، يعني كرئيس القسم الثقافي في جريدة الأهالي لأكثر من 6 سنوات، وكعملي في أدب ونقد وتدرجي من خلال هذا العمل من سكرتير تحرير منذ 12 سنة إلى مدير تحرير بمعاونة الأستاذ الراحل شاعرنا الكبير حلمي سالم، إلى رئيسا إلى كوني رئيسا للتحرير مجلة أدب ونقد. العمل الثقافي عمل مضني وشاق جدا، خاصة في اللحظة الراهنة، بمعنى أن الكثير بيتكلم عن أزمة المثقف وعدم مشاركته الفعالة في بناء المجتمع، خاصة في ظل الحالة الثورية. أنا متفائل جدا
لان دايما الثورات الكبرى بيتبعها حركه ثقافيه ونهضه ثقافيه. شفنا ده في ثوره يوليو 52 مثلا، هنا على المستوى المصري، يعني شفنا النهضه الثقافيه الكبيره اللي حصلت. احنا يمكن مش شايفين النهضه الثقافيه دلوقتي، للاسف ان حاله الفوضى اللي سادت بعد الثوره هي اللي انتجت غياب يعني مش مقصود للمثقف. المثقف كان موجود على مدار 30 سنة اللي فاتت على ما أعتقد، وإن كان البعض يرى أن حركته كانت هامشية، إلا أنني أظن يعني، وأعتقد أن الكثيرين يتفقون معي في ذلك، أن الثورات بطبيعتها هي فعل تراكمي، وهذا التراكم ناتج عن فعل ثقافي، لان الحركه، ولكن احنا يعني المثقف مؤثر حتى ولو لم يكن في الساحه، يعني لانه هو في الواقع موجود، يعني من خلال كتابته، من خلال ندواته، بالفعل. من خلال وبعدين هو بيسحب جيل معاه بالفعل الى مؤتمره او ندوته او مقاله او قصيدته. يعني بالفعل المثقف موجود دايما، ولكن احنا للاسف الشديد، احنا زمان كان لما نقارن بين ثوره يوليو وثوره يناير ماشي، ان المثقف في ثوره يوليو كان الفعل جماعي ماشي. حتى شفنا مثلا المثقف حتى لو ما كانش معاه امكانيات ماشي، لما بيروح في اي مكان بيسد زي ما بيقولوا بالمعنى الشعبي. يعني مثلا شفنا انشاء الثقافه الجماهيريه مثلا، كان المثقفين اللي بتبعتهم الوزاره في اقاليم مصر المختلفه، مثلا زي هنا عبد الفتاح مثلا يروح قريه دنشواي يمسك قصر الثقافه هناك او بيت الثقافه، ما يلاقيش امكانيات، وده راجل دارس مسرح في بولندا وما الى ذلك ومعاه دكتوراه، فيعمل ايه؟ عايز يعمل مسرح، فيجيب الفلاحين ماشي، اهل القريه ماشي، ومفيش خشبه مسرح، فالساحه اللي هناك، طب النص المسرحي اللي هيشتغل بيه في مكان زي ده مثلا، يجيب حاجه من المكان، قصه اهل دون شواي مثلا، ويعملها مسرحيه واثنين وثلاثه، وعمل مسرح ناجح في قريه دون شواي. عز الدين نجيب مثلا لما يروح كفر الشيخ وهكذا، عمل انجاز ثقافي هناك لان هو فنان كبير رسام ماشي، وهكذا كل منطقه. دلوقتي المثقف خلال 30 سنه اللي فاتت دار في حلقه مفرغه، لانه كان شغال بجهد فردي. يعني عيد يكتب قصيده، ينشر ديوان، محمد ينشر قصيده، وهكذا فلان ينتج روايه ماشي. ما فيش الحركه الجماعيه المتكامله. انا اناشد من خلال هذه النافذه المهمه شباب في شباب، والعامل الاساسي في الفتره القادمه على الشباب وشباب المبدعين، اناشد ان تعود فكره الجماعيه للثقافه ماشي، وده لا يمنع فكره الخصوصيه. يعني احنا كل واحد بيدخل العمليه الابداعيه بمنطلق خاص وبرؤيه خاصه ليه، ولكن الفعل الثقافي لابد ان يكون فعل جماعي من اجل النهضه بمعنى من المعاني. وده حصل بالفعل. يعني قريبا مثلا على مقاهي وسط البلد لقينا يعني ما يقرب من 10 شعراء مثلا، 10 شعراء موجودين على هيئة الجماعة الأدبية، وإن كانوا طبعا الخصوصية بتراعى، طبعا بيبقوا متأثرين شوية على الأقل في الدوافع، دوافع الكتابة، فهو بدأوا الشباب يتعاملوا. وعلى فكرة